السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اصحاب الحلوين؟ النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض باقي سلسلة الحروف الهجائية، وهناخد مع بعض حرف الراء. حرف الراء. تعالوا نتعلم مع بعض مدلولات حرف الراء يا اصحاب الحلوين. طبعا حرف الراء يا اصحابي من الحروف الرافصة، زي حرفين احنا اخدناهم، حرف الدال وحرف الذال، دول كمان من الحروف الرافصة. والنهارده ان شاء الله هناخد مع بعض حرف الراء. تعالوا نتعلم مع بعض يا اصحابي مدلولات حرف الراء. راء، رجل، راء، رمل، راء، ريشة، راء، رمان. تعالوا يا أصحابي نتعلم مع بعض مواضع وأشكال حرف الراء في الكلمة. طبعا يا أصحابي احنا اتعلمنا مع بعض إن الحرف بيجي في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. شكل حرف الراء في أول الكلمة يا أصحابي راء. طبعا عرفنا إن حرف الراء من الحروف الرافصة، راء في أول الكلمة. حرف الراء يا أصحاب أهو في وسط الكلمة، ممكن يكون برضو متصل أو منفصل، زي كلمة ذرة أو كلمة سرير. وفي آخر الكلمة يا أصحابي ممكن يكون منفصل أو متصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مع السلامة يا أصحابي، وانتظروني مع حرف جديد. مع السلامة.